دلوقتي؟ مين اللي ماسك مصر كلها ممرمط بكرامة اللي خلفوهم الأرض؟ مين اللي عمال يشتم في مصر كلها واحد واحد؟ ورونا يا جماعة الفيديوهات اللي معاكم، خلي الناس تتفرج، خلي الناس تعرف الحقيقة، خلي الناس تشوف، خلي الناس تشوف هو بيقول ايه، خلي الناس تشوف بتتعامل ازاي، خلي الناس تشوف احترام الناس ازاي. اتفرجوا. اول حاجة قفل القنوات. محمد الامين، بقول له يا محمد امين مالكش دعوه بنادي الزمالك والافندي اللي عندك، والا هيبقى مصيرك مصير سما المصري. واقسم بالله لاقفل موقع اليوم السابع، اقسم بالله لو لاقفل موقع اليوم السابع. وبعدين مسلط عيل حقير في قناه حقيره قتلها النهارده. كان في اتصال مع وزير الاستثمار ورئيس الاستثمار، واخد بالك، وكان في احتلال رئيس الاستثمار النهارده. القناه دي هتتقفل. القناه دي انا بقول لك هتتقفل، لان القناه دي كانت بتاعت الاخ بتاع اونست ده ولا اكرم دون، ولد يحصل لها منه خدها منه كده، واخد بالك، وطلع بقى مع خيرت الشاطر وطلع الاخوان المسلمين، واخد بالك، وقال له طلع قال لك ايه، محمود طاهر قال لي هدفع لك ال5 مليون جنيه، قول بقى اشتم مرتضى. لا انت شتمت وهتتحاسب، وناس قبل كده اتحاسبت حساب عسير، واقسم بالله العظيم ورحمه امي اللي اتشتمت الحساب هيبقى عسير قوي مني ومن جمهور الزمالك اللي اتشتم برضه امبارح في القناه. طيب 4-5 ساعات. وهقول لك تاني بقى، هقول لك تاني، قول محمود انت بتلعب بالنار، محمود طاهر، لان الواد كتب على الموقع بتاعه وقال يعني مسح، كنا صورناها انه قال له هدفع لك ال5 مليون جنيه اللي عليك، اللي هم عليه للشركه الراعيه بتاعت الاخوه بتوع بريزنتيشن. وصلت مرحله للدرجه دي. طيب بتسلط واحد صار له 5 مليون عشان يشتم رئيس. طب ما تعالى انت، بس الولد اللي عمل ده اقسم هيفقد. طيب انا عايز اقول حاجه هنا يا مرتضى بيه. انا راجع له اقسم بالله لا هتبقى في قناه وهو نفس الولد ده. انا بقى لا ده شيء بقانون، مش دوله، احنا مش دوله قانون. طبيعي هتشوف مين بقى القواد وهتشوف مين بقى السفاله اللي اتقالت. طيب خليني اقول حاجه يا مرتضى بيه بعد اذن حضرتك. هقول حاجه وهسمع حضرتك. هقول حاجه واسمع حضرتك. هقول حاجه واسمع حضرتك. يا مامي قفلتها؟ قفلت النهار؟ قفلت سي ار تي؟ ما قلت لك انت بق على نفسك يا عم، اقسم بالله بق. انت بق ولا هتعرف تعمل حاجه، ومعاك لاخر الدنيا، انا وانت والساحه فاضيه. والله يا عم ما خايف منك اقسم بالله. انت عارف وانا جاي النهارده في الطريق كله عمال يكلمني، يا عم ارحم نفسك، يا عم انت داخل مع مين، يا عم انت مش عارف ايه، الراجل ده يا جماعه مسنود قوي، الراجل ده مش عارف ايه. توصل، ما هو بص، اللي بيحمي خلينا بقى بدل ما نقول كل شويه ده ولا ده، اللي بيحمي شلاطه ده هيجي في يوم شلاطه يغلط فيه. امبارح ايه اللي حصل؟ او اول امبارح لما الاهلي جاب الجون الثاني راح ضارب برجله الترابيزه، موقع الحاجه اللي عليها كلها. في وجود مين بقى؟ الحاكم العسكري، في وجود محافظ الاسكندريه، في وجود مدير امن اسكندريه. ايوه، مش انتوا اللي خليتوه يعمل كده؟ مش انتوا اللي خليتوه يعمل كده يوصل للحد ده؟ مش محترم الناس اللي قاعده جنبه اللي كلهم قيادات بارزه في الدوله؟ ما هو لازم يعمل كده. هو هيشتمنا احنا بس؟ هتوصل انه يشتمكم، هتوصل انه يشتمكم ويغلط فيكم. امال انتوا عايزين ايه؟ ازاي يبقى قاعد جنبه الحاكم العسكري الذي يمثل رمز للدولة، يمثل رئيس الدولة في هذا المكان، ويروح ضارب برجله قلب الدنيا؟ ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ كل مرة يسيبوك تسخن يا شلاطة وتتحبس، وهترجع تتحبس تاني يا شلاطة. المرة دي هتتحبس تاني، هي دي زي بتاعت المرة اللي فاتت اهي.
برضو المره اللي فاتت سابوك سابوك سابوك، فرحت جاي في الاخر غلطان، وغلطان في مستشار رئيس محكمه واتحبست. طب الناس بقى، الناس انت طالع على التلفزيون او طالع على الاخ اللي معاك اللي كله عارف العلاقه، وبعدين يا حبيبي احنا عايزين كلنا نبقى مع بعض يا جماعه، كله يحب بعض يا جماعه. ليه؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا جماعه، ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ازاي؟ الحاله محتدمه ليه يا باشا؟ انت عمرك ما غلطت في ناس، عمرك ما غلطت في الاهلي ولا جماهير والناس، ليه؟ ايه حاله الاحتدام دي؟ واحب اشكر قناه ايه وهو بيذيع على النيل الرياضه، التلفزيون المصري، هو بيذيع على التلفزيون المصري. واحب اشكر قناه ورئيس اللي هو ايه، اللي هو اصلا من الاول عليه 400 مليون جنيه للتلفزيون المصري، وفلوس التلفزيون المصري راحت، والتلفزيون المصري رافع 100 قضيه ولهم مليون حكم ومحدش خد حاجه. ويا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا ابو الكباتن. قول يا قول يا باشا، قول واغلط في الناس، قول واغلط في الاعلاميين، قول يا حبيبي، قول وسمعني. مش هو ده؟ مش هو ده الاعلام اللي انتوا عايزينه؟ مش هو ده الاعلام اللي انتوا عايزينه؟ شوفوا بذاءة شلاطة مع الناس كلها.